العسليات والامارات ولاد بلدي الجدعان عاملين ايه؟ وحشتوني قوي 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 قوي. انا والله ببقى متضايقه لما بغيب عليكم، معلش كان عندي امتحانات وربنا جبر بخاطري، وعيالي كلهم نجحوا الحمد لله وبالذات اللي في الاعداديه ده ربنا كرمني بيه وجاب لي مجموع حلو، الف حمد وشكر ليك يا رب. بما اني ابني نجح كده وانا فرحانه، فانا قلت هعمل كيكتين. كيكتين يا سمسمه، امال لو انتي مش فرحانه كنتي عملتي ايه؟ على قد فلوسي بقى يا جدعان. قلت هعمل كده كيكه بالشوكولاته وكيكه فانيليا عادي. بس انتي قبل ما تقولي حاجه يا سمسمه، فين اللي صلى على النبي؟ صح، نسيت. عليه افضل الصلاه والسلام، وكل من ليه نبي صلى عليه عليه افضل الصلاه والسلام. انا كده بعمل ايه يا بنات؟ انا بعمل كده الكيكه العاديه. طب ايه هي الكيكه العاديه؟ اول حاجه بيضتين وكوبايه زيت على كوبايه سكر على كوبايه لبن وفانيليا، واضربي كل ده. وعرفت كمان مؤخرا اللي يعمل تفاعل كل دوت مع بعضه حبه ملح. حطي حبه ملح بس ما تملحهاش، حبه ملح صغننين. انا كده خلاص خلصت اللي هو في الفانيليا وضربته خلاص كده. بصوا يا بنات، انا كده خلصت اللي في الخلاط. كده انا هفضيه في طبق، وبعد ما افضيه في الطبق هحط الدقيق عشان كل دقيق من دقيق بيختلف. يعني انا مش بحط الدقيق الاول بعد كده بحط عليه اللي في الخلاط. لا، عشان بيبقى الدقيق ساعات بيبقى زيادة عن السائل اللي في الخلاط. فانا فضيت السائل اللي في الخلاط وحطيت كده في الطبق وحطيت عليه الدقيق. وهقلب كل ده عشان لو احتاج دقيق تاني مفيش مشاكل احط تاني دقيق. يعني بدل ما يبقى الدقيق جامد واضطر ازود لبن واضطر ازود زيت. فانا كده احسن طريقه انا يعني وصلت ليها، ان بحط الخليط الاول في الطبق وبعد كده بحط الدقيق واشوف هو محتاج قد ايه، 3 كوبايات كوبايتين ونص، عشان من كل من دقيق لدقيق بيختلف. انا كده بقلب جامد كده زي ما انتم شايفين، ده اللي في الفانيليا. هقعد اقلب جامد، هو كده لقيته كويس. انا حطيت 3 كوبايات دقيق زي ما انتم شفتوا كده المعيار. انا كده حطيت ايديا بالمعيار، الحمد لله طلعت كويسه يعني. انا كده دي خلصتها وهفضيها في الطبق. بس اقعدي قلبي من الجوانب اللي يكون فيها دقيق، وتلاحظي ان في دقيق في الاخر ما تعرفيش تقلبي. انا كده بتاكد كويس ان كله اختلط ببعضه. انا كده بما اني هعمله بالفانيليا، فانا قلت احط عليها ايه؟ فول سوداني وزبيب جوه العجينه يا سمسمه. جوه الخليط بتاع الكيكه. حطي فيها الزبيب والفول السوداني، وقلبي كويس كده، وبعد كده فضيها في القالب بتاع الكيكه بتاعتك، هيبقى طعمها حلو قوي 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 قوي. الحمد لله كانت حلوه، الف حمد وشكر ليك يا رب. بما اني خلصت كده الفانيليا بتاعتي، بدرت الصينيه بتاعتي وحطيت فيها حبه سمنه، بدرتها بدقيق. فضي بقى الكيكه بتاعتك كده، حطيها يلا في الفرن. طبعا قبل ما تعملي اي حاجه في الكيكه سخني الفرن بتاعك يا سمسمه، اسخنها هتقعد فتره. الكيكه لازم تتحط في الفرن وهو سخن. لو اتحطت الكيكه في الفرن بارد مش هتقب منك ولا هتبقى عاليه. انا كده خلصت بتاعتي الفانيليا بتاعتي. بما اني كده انا هعمل الشوكولاته، انتوا شايفين الكيس اللي هناك ده؟ الكيكه ديت. انا نسيته البيكنج باودر ده انا نسيته. طب انتي نسيتيه ليه يا سمسمه؟ من الفرحه يا جماعه، انا ما كنتش مصدقه ان ابني ده اللي في اعدادي هيجيب لي مجموع حلو. الحمد لله ربنا كرمني فيه، الف حمد وشكر ليك يا رب. طب انتي هتعملي ايه يا سمسمه؟ زي الكيكه اللي فاتت، اي كيكه خلاط. كوبايه زيت على كوبايه سكر. انا كده بحط بالمعيار يعني، بس انا عارفه بعمل ايه. بس البنانيت الصنطوطه اللي لسه بتبتدي، انا هقول لك تعملي كيكه الخلاط ازاي. كوبايه زيت على كوبايه لبن على كوبايه سكر على فانيليا على حبه ملح، على بيضتين، المفروض 3 بيضات بس انا حطيت بيضتين يعني. وحطي كده في الخلاط واضربيهم كويس. زي ما قلت لكم احنا فضينا الخليط الاول في الطبق، في نفس الطبق اللي عملنا فيه كيكه الفانيليا. وقلبي كده، وبعد كده حطي ايه؟ الدقيق بتاعك عشان ممكن يحتاج دقيق اكتر. انا بقلب كده، وبعد كده هقلب جامد جامد جامد. بما اني وانا بقلب كده هقول لكم انا نسيت البيكنج باودر ازاي. انا عملت كل حاجه ونسيت البيكنج باودر. الفرحه يا جماعه، بصوا طياره برج من نافوخي. فالحمد لله والله، الواحد دايما بيقول ان ربنا بيقف معاه. الف حمد وشكر ليك يا رب، الف حمد وشكر ليك يا رب. يعني انا اول ما سمعت بالخبر النجاح ده، وانا كل شويه عماله ابوس ايدي وشه وظهر، الف حمد وشكر. انت يا سمسمه ما كنتش واثقه فيه ولا ايه؟ لا لا، واثقه فيه، وكان بيذاكر الحمد لله. بس كان بيشتغل يعني اكترية وقته كان في شغله، في شغل باباه يعني. فعشان كده الف حمد وشكر ليك يا رب. بما اني كده انا خلصت كده، ممكن تتحط كده عادي، خلاص كده بقيت فانيليا. طب انا عايزاها شوكولاته، هتعملي ايه يا سمسمه؟
بصي يا بنات، عشان احولها لكيكه هي فانيليا دلوقتي، كيكه فانيليا، علشان اعملها كيكه شوكولاته، فانا اخدت معلقتين كاكاو خام كبار زي ما انتم شايفين، معلقه كبيره كده، على 4 5 معالق ميه، واقلبهم كويس كده، واحطهم على الخليط اللي في الطبق قدامكم ده. طب انت يا سمسمه ما حطيتيش ليه المعلقتين الكاكاو الخام دول مع الدقيق وقلبتي كويس بعد كده تحطي الخليط اللي في الخلاط؟ لا، هيبقى فيها، انا جربتها قبل كده، بيبقى فيها زي كلاكيع كده، لما تفتحي الكيكه من جوه هتلاقيها فيها ايه، فيها زي كيكه كلاكيع كده جوه الكيكه، فانا مش عايزه كده. طبعا انا جبت معلقه صغننه عشان اعرف اقلب كويس، وكل ما بلاقيها تقيله بقيت عامله زي التقيله كده بحط فيها ايه حبه ميه، انا عايزاها خفيفه زي السائل اللي معايا ده. انا كده قلبت كده خلاص، بقلب جامد. فانا كده ايه حطيت هنا لقيت حبه لبن فاضلين، فانا الصراحه استخسرتهم فحطيتهم فين في الطبق اللي قدامكم ده. انتي بتعملي ايه سمسمه؟ انا حطيت حبه خليط الفانيليا في طبق لوحده كده، وهقلب جامد 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 زي ما انتم شايفين، هتبقى كيكه شوكولاته. طب انتي بعد ما تقلبي كده يا سمسمه، انتي بتقلبي جامد؟ ايوه بقلب جامد عشان خاطر اخد كل اللي في الجوانب دوت، عشان ده كل ده كاكاو خام، فانا عايزه اقلبه كويس مع الحبه اللي انا حطيتهم في الطبق ده. خلاص، وبقيت كيكه شوكولاته، انا كده خلاص خلصتهم كده، دي كيكه شوكولاته. طب اللي في الطبق ده يا سمسمه هتعملي فيه ايه؟ اللي هو الفانيليا. انا قررت اعمل، جت في دماغي يعني فكره، اللي انا هعمل صينيه جزء فانيليا وجزء شوكولاته، جزء فانيليا وجزء شوكولاته. هبدل الصينيه تاني، الناحيه البيضه ديت هحط عليها شوكولاته، والناحيه الشوكولاته هحط عليها فانيليا. هي كانت جميله جدا، حلوه قوي 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 قوي، بس هي ما اترفعتش عشان طبعا البيكنج باودر انا نسيته. معلش يعني، بس ايه، لا زودوا عليها البيكنج باودر هتبقى حلوه قوي 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 قوي. طبعا انا جبت المعلقه كده ونزلت الخليط بتاعي، هنا حبه وهنا حبه، والشوكولاته نفس الحكايه، يعني الناحيه البيضه حطيت عليها كيكه شوكولاته، وناحيه كيكه الشوكولاته حطيت عليها كيكه فانيليا. طبعا انا هعمل كل ده بس في الفاصل او في الكواليس بتاعتي، وبعد كده هوريها لكم هتبقى عامله ازاي. انا كده بنزل كل اللي في الطبق على ناحيه كيكه الفانيليا زي ما انتم شايفين كده، حطوها فوق بعض كده هتبقى حلوه قوي 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 قوي. انا كده خلصت. بصوا دي اترفعت ودي ما اترفعتش. دي عشان انا بس نسيت فيها البيكنج باودر مش اكتر. اللي اترفعت ديت عشان فيها البيكنج باودر، وحاطه فيها فول سوداني، وحاطه فيها زبيب، هي كانت حلوه قوي قوي قوي. دي انا عملت لها الخليط بتاع الشوكولاته دوت، على فكره حلوه قوي وسهله قوي. كوبايه زيت برضو، على كوبايه سكر، على كوبايه لبن، على معلقتين كاكاو. طبعا عيالي هما اللي بيزوقوها، طبعا احنا اكلناها، اللي انا عماله اقول فيها ماده رافعه ما اترفعتش، احنا اول واحد احنا خلصناها يعني. طبعا انا كده حطيت عليها فول سوداني من فوق، وحطيت عليها زبيب. التانية انا كنت حطاها من في جوه الخليط زي ما انتم شايفين كده، وجميله جدا قوي 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 قوي. كل سنه وانتم طيبين، وربي دايما فرحانين بعيالنا ونطمن عليهم، ويشوفهم في احسن حال، ويوقف لهم ولاد الحلال، ويكرمنا فيهم يا رب. هتوحشوني قوي، ما تنسوش اللايك والاشتراك. مع السلامه.